سلام. انا قلت لكم البارح اني انا رحت املج يمكن تقريبا 470 كيلو ورجعت، لكن بقول لكم ليش رحت وش اللي صار. انا رحت لانه يزيد اخوي يوم السبت اللي هو قبل امس خربت سيارته ما بين الوجه واملج اللي هي تبعد عن تبوك 470 كيلو. يزيد كانت معاه عائلته، فكان اقرب مدينه له اللي هي املج، قعد ساعه ودق على امن الطرق، وقبل لا يوصلون دقوا عليه قالوا انه احنا ما نقدر نجي لانه فيه عندنا حادث. الان هو خلاص فقد الامل بان امن الطرق يجون، وقاعد ينتظر تقريبا ساعه ثانيه الى ان جت سياره ووقفوا عنده اثنين شباب كانوا طالعين من قريه من قرى املج. يوم واجوا عنده قالوا خذ مفتاح السياره حقتنا وروح ودها لك وحنا نبي نبقى عند السياره. رفض يزيد اخوي، قال انه واحد انا ما اسوق سيارتكم، واحد منكم يطلع معاي، واحد الله يبيض وجهه يقعد عند السياره يودينا نستاجر شقه ونخلص امورنا هناك ونشوف ايش راح يصير معنا بعدين. وفعلا لين ما اقنعهم انه مستحيل انا اخذ سيارتكم واروح فيها، وافقوا انه واحد يركب معاه ويوصل الاملج، وواحد بقى عنده الجيب الخربان لانه مقطع. ركبوا وراحوا لين املج ووداهم عند شقق واستاجروا شقه، وراح جاب لها العشاء وجاب لهم اكل ومويه، وعلى اساس انه بيرجع يشوف سيارته. هذا الوقت اخذ وقت كثير، انه الخط وانه يجيب عشاء وانه يستاجر شقه وانه يتفق. يوم طلع يزيد يقول لهم نروح نجيب السياره، ركب معاهم وما درى الا هو عند ابوهم الشايب. الرجال رايحين جايبين السياره، اخوهم الثالث راح وجاب الجيب وحطه بملج، واخذوا يزيد يقهون عند ابوهم. حلف يمين واديان يمين واديان انه غير تعشى، ويزيد يطلق عليهم ويحلف عير. وقال انا برجع البيت. قالوا طيب خذ هذا مفتاح وارجع البيت. هذا مفتاح ايش يا جماعه؟ قال واحد من اخوانه، قال انا رجل جاي اجازه 30 يوم ولا احتاج بالسياره شيء، واصلا انا بكره طالع البر مع اخواني والسياره محتاجها، ونرجع انا نحلف. خذ السياره وكمل طريقك لجده واستانس بالاجازه وعين من الله خير، ولا رجعت ترجع فيها تبوك وانا اصير لا رجعت تبوك اخذها منك. يرجع يزيد اخوي من جديد وحلف ويمين واديان. قالوا له شوف سالفه انك ما ماخذ السياره لا طرق تاخذها، حتى لو لا سمح الله يمكن واحد من اطفالك يتعب بالليل او تبغى مشوار تلقى سياره. قعد سالفه طويله وافق. قال بس انا ما راح اخذ السياره، توقفوا لي عند البيت هناك، انا ما راح اسوقها. يوم وصل عند البيت تفاجئ انه السياره فيها قهوه وشاي وحلا وتمر وكل شيء عشان ياخذها للبيت. انتهت الليله وقام الصباح يزيد الساعه 9 على اساس انه يبدا يروح يشوف في ورشه في تصليح. مر عليه قالوا له احنا نبي ناخذك عشان نروح نشوف السياره. قالوا له لا تفطر، احنا بنفطر، نعرف لنا مطعم زين نفطر فيه، لا تفطر. قال طيب. يقول ما دريت الا الناس جايبيني انعام الله كلها لين عندي، قال افطر انت واهلك ونجيك بعد شوي. مصيبه يزيد يقول اهلي كلهم نايمين، ما في احد صاحي، ما حد مفطر الا انا، جايبين انعام تكفي عوائل مو عائله. المهم يقول ركبت عشان نروح نشوف السياره، وقلت لهم بعد محالف انه بروح اشوف تاجير السيارات. قال ما في تاجير. قال بروح ويروح يدور ناس ياجرون سيارات. قالوا احنا وقت الاجازه ما في، كلها سيارات مستاجره ولا عندنا ولا سياره. ياخذوني ونروح نلف على ندقدق على السطحات ونشوف احد ياخذ السياره. يقول ما لقينا، ما دورنا يقول كلهم اجانب، الاجانب ما يطلعون برا المدينه. انت انسى موضوع السطح هذا. الظهر يوم جاءت الظهر قالوا انسى موضوع السياره والسطح وكل شيء وخلى علينا، انت مالك دخل، انت روح انت الحين على الاقل دامك ما انت رايح جده استانس هنا. رجعوني البيت والساعه 3 يدقون علي يقولون السياره ما هي متحركه من مكانها. يا رجل ترى والله العظيم ما احنا ماخذينها، روح ودها لك البحر تمشي روح وارجع. انا ما ابي اسوق السياره ولا ابي اسوي ولا شيء، لكن من كثر ما خلاص الزموا علي رحت العصر للبحر ورجعت. المغرب اللي دقين علي. يقول انا بغفي، ما نمت الصباح كله وابغى انام، الا دقين علي قالوا نبي منك مفتاح الجيب، لقينا سطح. يقول واركب معاهم ونروح عشان نعطي مفتاح الجيب للسطح. يوم جينا عند حقين السطح يركبون الجيب اعطيه مفتاح، يقولوا ابغى اتفق معاه الحساب. يقولوا واحد منهم يطلق، يقول انت رفضت علينا تسوي كل شيء، انت رفضت نسوي لك عشاء عند ابوك، ورفضت نغديكم، ورفضت تاخذ السياره وتسافر عليها، لكن هذه والله انك ما تدفعها. يقول وانا ما ادري، الف اطلق العن اشتم، ما في عيو رجال عيو. حتى يقول خلوا راعي السطح يمشي وانا قاعد عيو، خلونا نتكلم. زيدكم من الشعر بيت بعد يوم جاء الصباح جابوا له فطور، جايبين قهوه وشاهي بعد ثلاجتين. يقول دقيت عليهم على بعد العشاء قبل العشاء بشوي، قلت لهم انه اخوي جايني تعال خذ السياره. ارفضوا وقالوا لين ما يصير باقي 10 كيلو 20 كيلو على املج دق علينا نجي ناخذ السياره. يقول والله ما بغوا يجون، ما هم مصدقين. يقولون اللي يزيد تكفى اقعد معنا، خلنا نمشيك بجبل مدري ايش وخلنا نوديك ونجيبك وتكفى. يقول يطلبوني كانوا يطلبون اخوانهم انه اقعد معنا خلنا نمشيك خلنا نكسبك. حتى يوم جيت بيتهم يقول ما حسيت بالغربه، الناس شايليني من على الارض. يقول ما عمري حلفت وطلقت كثر هاليوم، ما جست افلت من طيب الرجال هذه.
يزيد من ركن معاي لين ما وصلنا تبوك، هو يحاول يفكر كيف يسوي شيء يرد فيه الجميل. قلت له ما ينفع، راعي الاول ما يلحق، ولكن ان شاء الله نسوي شيء يجي. الحمد لله انه ندعي ويدعو لنا والدينا انه الله يسخر لك عبادك الطيبين. فانا اقول للجهنان هذول بيض الله وجيهكم يوم تسود الوجوه، والله يجمل حالكم وما قصرتوا، ويا رب نقدر نردها لكم. تسمعون بالطيب اللي يحرجك، هذا الطيب اللي يحرجك اللي ما تدري عمرك كله كيف ترد الجمال لهالآدمي، ولا كيف تشكره، ولا كيف تبين له انه انت ما قصرت. عشان كذا الخير في امتي حتى قيام الساعه، فالله يجعلنا من اهل الخير ان شاء الله. وقدم الطيب تلقى طيب باذن الله.